السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. استوقفني بوست نشرته واحدة من أصدقائي على الفيسبوك بتقول: النهاردة الجمعة أنا رحت مستشفى حكومي متواضع عشان أخد مصل معين. لما دخلت لقيت بنت كانت واقفة عينيها حمراء وبتعيط، فقربت منها وقلت لها: مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ أقدر أساعدك في حاجة؟ فلقيتها بتقول: واحدة صاحبتي عملت حادثة بالعربية وبيقولوا ماتت. فقلت لها: طيب اهدي، طالما بيقولوا يعني لسه مش متأكدين. لسه بطمنها وبطبطب عليها، لقينا دوشة كده وشرطة، فجرينا رحنا عليهم، لقينا خالة البنت واقفة بتصرخ وبتعيط ومنهارة وبتأكد ان البنت ماتت. لقيت صاحبتي لقيت البنت واقفة بتعيط جامد، فلقيتني باخدها في حضني وبطبطب عليها وبطمنها وبقول لها: يا حبيبتي بالراحة على نفسك، ادعي لها، هي محتاجة دلوقتي دعواتك، المهم ان هي تكون جاهزة للقاء ربنا. لقيت البنت انفعلت وصرخت ومسكت شعرها الكيرلي المتطاير وبتقول لي: جاهزه تقابل ربنا ازاي؟ انت شايفه احنا عاملين ازاي؟ انت شايفه لبسنا؟ انا ما كنتش واخده بالي الاول، لما بصيت لها بعد ما قالت الكلام لقيتها لابسه بنطلون ضيق جدا وبادي قصير، وشعرها الكيرلي ده شكله شيك جدا جدا ومصروف عليه، ومركبه رموش وعامله ضوافر، مركبه ضوافر وحاطه فول ميك اب وحاطه في مناخيرها حلق وعامله تاتو صغير كده في رقبتها. انا اتخضيت اول ما لقيتها بتقول كده، وحسيت طب ما انتوا فاهمين اهو، يعني انتوا شباب صغيرين انتوا فاهمين اهو، يعني انتوا عارفين كويس ان انتوا بتغلطوا. طبطبت عليها وانا جسمي بيترعش وانسحبت ومشيت، وطول الطريق ادعي للبنت بقول الله يرحمها وبقول اعوذ بالله من موت الغفله. البوست ده هزني، حسيت ان البنات اللي زي دول كتير قوي، المجتمع مليان بنات زي دول، بنات وشباب كمان، يعني الفئه دي مقابل ليها شويه شباب زيهم. البنات دي اكيد خارجين من نفس البيئه، خارجين من بيئه الام مستهتره، كل اللي بيهمها تقعد في نوادي، تحضر حفلات، تدي العيال فلوس يربوا نفسهم، والاب بدوره فاكر ان هو لما يجيب فلوس كتير ويدي لعياله ويدي لمراته ويقول لها خلي بالك انت من العيال، كده قام بالدور، عمل اللي عليه. وفي الحقيقه ان هم بيدوهم الفلوس اللي بيتلفوهم بيها. ربنا قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ربنا اداك المال واداك البنون، حافظت على المال وحافظت على البنون؟ ابدا. انا سبت البنون ياخدوا من الفلوس ويصرفوا ويعملوا الغلط، يروحوا بقى يلبسوا الضيق، وده في عيال من كتر الفلوس اللي معاها راكبين عربيات وبيستمتعوا بكل حاجه في الحياه. العيال بتمل لدرجه ان هم عايزين يضيعوا الوقت، بيروحوا يحضروا حفلات مجنه ويحضروا حاجات غريبه كده، ومن كتر اللي في ايديهم بتلاقوهم بيدمنوا مخدرات. انت ربنا هيحاسبك على فلوسك، وربنا هيحاسبك على عيالك. والام المستهتره اللي بتقول لبنتها انت رايحه فين ولا جايه منين. امهات تانية تقول لك هو احنا دلوقتي احنا بنشتغل، احنا مطحونين في الشغل، انا عماله بشتغل من ناحيه والراجل عمال بيشتغل من ناحيه، والحياه واخدانا، وعمالين بنصرف على تعليمهم وبنأكلهم ونشربهم، والتزامات الحياه بقت كتير قوي، احنا هنعمل ايه ولا ايه؟ طب ما انت بتلفي وبتشتغلي انت وجوزك عشان تأكلوهم وتعلموهم زي ما بتقولوا، وفي التزامات عليكم، ما بتقعدوش مع عيالكم شويه كده كأسره، تقعدوا تتكلموا مع بعض، تعرفوا عيالكم يعني ايه حلال وحرام، يعني ايه تعمل الصح وتعمل الغلط، يعني ايه يا بنت تطلعي من بيتك ملتزمه لبسك محترم، يعني ايه ما تلبسيش الحاجات اللي تلفت الانظار، إيه تعملي الحاجات اللي ايه، يعني ايه حلق في ودني، ويعني ايه اركب رموش وضوافر والشعر المجانيني. البنت بتقول لك يعني انا شفت البنت، يعني اي بنت بسيطه تتمنى تكون شكلها. البنت لابسه شيك جدا وصارفه على نفسها جدا، ولكن في لحظه البنت كانت واقفه مفزوعه لانها مش مستعده تقابل ربنا. فلوس اللي انتوا ربنا بيديها لكم تستمتعوا بالحياه، تصرفوا، تاكلوا كويس، تشربوا كويس، وتعلموا عيالكم،
وتطلعوا لله صدقات وزكاه. تروحوا بقى لو ربنا مقدركم تعملوا عمره، تحجوا، تصرفوا الفلوس في المكان الصح. ربنا هيحاسبك على فلوسك، وانت فاكر ان ربنا رزقك بالمال ده كله تعمل بيه اللي انت عايزه وفي الاخر مش هيحاسبك؟ هيحاسبك على كل جنيه انت بتصرفه في الصح او في الغلط. ما بالك ولادك بقى اللي هم ثروتك الحقيقيه. التربيه الصح، تعلم عيالك صح، تعرفهم الدين والقران وتعرفهم اللي ليهم واللي عليهم، تعرفهم يعني ايه يواجهوا الحياه، تعرفهم يعني ايه انا في الاخر انا محتاج لك، انا بربيك دلوقتي وبصرف عليك وبعلمك وبخليك عضو نافع في المجتمع، وفي الاخر تسندني. هل انت متخيل لما انت بتدي عيالك الفلوس وتتلف امالهم وتقول لهم اعملوا اللي نفسكم فيه، ده وقت ما تكبر في السن هيقعد جنبك يطبطب عليك ولا يقول لك سلامتك يا بابا ولا سلامتك يا ماما؟ هو انتوا كنتوا ربطوهم؟ ده انتوا سبتوهم للحياه هي اللي تربيهم. كل واحد خد الفلوس وراح يربي نفسه في الشارع، كل واحد عايش حياته زي ما هو عايز. اهل تديله فيزا ماليها له فلوس، عايز يا بابا خد يا حبيبي، عايزه يا ماما، والعيال بتتربى بره. يعني انت مريحه دماغك عايشه حياتك بالطول وبالعرض، وعيالي هم كمان يعملوا اللي هم عايزينه، يلبسوا اللي نفسهم، براندات، برفانات، مكياجات، كوافيرات، حفلات، نوادي، مصايف، وتيجوا في الاخر منتظرين ولادكم يكونوا عيال محترمين. انتوا متخيلين ان انتوا علشان بتدوهم فلوس خلاص احنا كده ربينا العيال، عملنا اللي علينا؟ مش بنديهم فلوس، مش جايبين لهم عربيات ولبس وبناكلهم، احنا كده ربنا عملنا اللي علينا. ربنا يوم القيامه هيحاسبكم على اللي انتوا عملتوه، لان انتم ولادكم دول امانه، والامانه دي انتم ما صنتوهاش. العمر لحظه لحظه. البنت في ثانيه وهي بتسوق العربيه عملت الحادثه وصاحبتها واقفه، يعني هي بتقول انا لو مكانها دلوقتي انا هتحاسب ازاي؟ هي دي راح تقابل ربنا حالا ومش جاهزه، انا زيها مش جاهزه. انا كنت معاها في العربيه، لو كنت مت معاها دلوقتي كنا هنقابل ربنا نقول ايه؟ هنقابل ربنا ازاي؟ احنا كلنا المفروض ان احنا نكون بنفكر احنا هنموت في اي لحظه، هنقابل ربنا في اي لحظه. الحياه واخدانا كلنا، وفعلا احنا مقصرين في حق ربنا. يعني الالتزام درجات، وعلى قد ما بنقدر بنحاول، بنربي، بنعلم، بنصرف على قد اللي في ايدينا، بنقعد نتكلم مع العيال في الصح وفي الغلط، البس ايه ما تلبسش ايه، اللي بنقدر عليه. ولكن هو فعلا الحياه واخدانا كلنا ولهيانا. يا ريت كلنا ننتبه وناخد بالنا ان العمر لحظه، وكلكم تاخدوا بالكم من عيالكم. الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويرحمنا كلنا يا رب ويحسن ختامنا. انا بشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.